احلى واسرع كيك شوكولاته ممكن تعملوه في اقل من دقيقتين، بجد خطير، طعمه زي المولتن كيك بالظبط. الناس اللي مش بتنجح معاها كيكه المج جربوها وبجد حلوه جدا، كمان من غير بيض خالص. اول حاجه كده هجيب مج يدخل الميكرويف او طاجن يدخل الفرن، هحط معلقتين دقيق، معلقه سكر، معلقه كاكاو، ونقلب كده مع بعض المكونات الجافه. بعد كده رشة ملح صغيرة، معلقة من الزيت. طبعا انا بعد ما جيت احضرها اكتشفت ان انا ما عنديش بيكنج باودر، بس هعمل معاكم خطوة كده هتخليها كأنها معمولة ببيكنج باودر. بحط معلقتين من الحليب، هنقلب كله، وفي الاخر هنضيف بقى الحاجات البديلة للبيكنج باودر. طبعا انا هحط كده رشة بسيطة جدا على طرف المعلقة، حوالي اقل من ربع من بيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو، يعني ربع معلقة صغيرة، وعليهم معلقة خل صغيرة. انسوا خالص طعمهم مش هيبان تماما، هنقلبهم كويس. بس انا عايزة اقول ان قوام الكيك ده طلع تقيل، لاني انا عايرت بالمعالق الاكل العادية. المفروض لو معالق معيارية الدقيق هيكون نفس حجم الحليب، او المكونات كلها سايلة وجافة هتكون نفس المقدار بالظبط. فانا تقريبا يعني زودت كده الكاكاو والدقيق طبعا لانهم كانوا مليانين على الاخر، لا اما تعملوا معلقة ممسوحة. هنا بقى بقلب، طبعا انا هحتاج كده معلقتين 3 من الحليب ضفتهم، هوريكم القوام عشان لما توصلوا له تعرفوا ان هي نجحت كده. ده القوام اللي انا قلت لكم عليه. بعد كده بحط الشوكليت شيبس او اي قطع شوكولاته عندكم، او معلقه نوتيلا، وبنقلبها وبندخلها الميكروويف دقيقتين بالظبط. شايفين مستويه والشوكولاته ساحت فيها؟ عايزه اقول لكم طعمها زي المولتن كيك بالظبط. بحط كده رشه سكر باودر على الوش. بجد احلى كيك هتعملوه لو جالكوا اي ضيوف كمان وعايزين تعملوا حاجه سريعه، او ما عندكوش بيض بقى لكيكه الفرن. بجد حلوه جدا جدا ومستويه ولذيذه قوي. اتمنى ان هي تعجبكم. مع السلامه.